لحد ما وصلت هنا لنهاية الصف. اشتغلت في كل غرزة واحدة عمود بلفة، بدخل في نفس الغرزة اللي فيها العلامة وبشتغل عمود بلفة، وببدأ ان انا اشيل العلامة بتاعتي واحطها في اخر غرزة انا اشتغلتها عمود بلفة، وببدأ ان انا من بعد الغرزة اللي حطيت فيها العلامة اول غرزة بشتغلها بتكون نص عمود، وبشتغل باقي السطر في كل غرزة نص عمود، غرزة واحدة نص عمود. بشتغل السطر كله في كل غرزة نص عمود، غرزة واحدة نص عمود. هخلص السطر كله، هنشتغل في كل غرزة واحدة نص عمود لحد ما اوصل عند التزايد بتاعي، الغرز اللي انا كنت واخده فيها 2 نص عمود. لما اوصل عند التزايد ده هبدا اوقف لاني هاخد تزايد عشان الدوران بتاعي يكون مظبوط معايا، الشغل ما يعوجش معايا. اشتغلت في كل غرزه واحده نص عمود لحد ما وصلت عند التزايد بتاعي اللي انا باخده عند الدوران، وهبدا ان انا غرزه هشتغل فيها 2 نص عمود، وغرزه هشتغل فيها واحده نص عمود. الغرزه دي هي اشتغلنا 2 نص عمود، الغرزة اللي بعديها هناخد واحدة بس نص عمود، الغرزة اللي بعديها هنا هشتغل فيها 2 نص عمود، الغرزة اللي بعديها هنا هنشتغل واحدة نص عمود، الغرزة اللي بعديها هنشتغل 2 نص عمود. طبعا احنا بشتغل نص عمود لان انا هنا في الدوران بتاع الكعب بيكون لازم المقاس بتاعه يكون اصغر من المشط، عشان كده بنشتغل نص عمود، انما المشط عشان اكبر شوية بنشتغل عمود بلفة. الغرزة اللي بعديها هنا هنشتغل غرزة واحدة نص عمود، اللي بعدها 2 نص عمود، واحد، بندخل في نفس الغرزة ونشتغل غرزتين، اللي بعدها غرزة واحدة نص عمود، اللي بعدها 2 غرزة نص عمود لحد ما بنهي التزايد بتاع دوران الكعب عندي. واحدة نص عمود، واللي بعدها 2، واحد، ندخل في نفس الغرزة ونشتغل غرزة كمان 2، واللي بعدها غرزة واحدة نص عمود بالشكل ده زي ما انتم شايفين بالشكل ده. طبعا بعد ما انهيت التزايد عندي كده، انا انهيت غرز التزايد، هبدأ ان انا اشتغل في كل غرزة واحدة نص عمود لحد ما اوصل عند العلامة. انهيت الصف عندي زي ما انتم شايفين في كل غرزة واحدة نص عمود زي ما انا شغالة كده بالشكل ده. في كل غرزة واحدة نص عمود لحد ما اوصل عند الغرزة اللي فيها العلامة، وهبدأ ان انا اشتغل نص عمود بالشكل ده، وهبدأ ان انا اشيل العلامة بتاعتي وهركب العلامة في اخر غرزة انا اشتغلتها نص عمود، وهبدأ ان انا اشتغل في كل غرزة واحدة عمود بلفة. غرزة واحدة عمود بلفة زي ما انا شغالة كده. ندخل في كل غرزة، الغرزة اللي عليها الدور بعدها اهي هندخل ناخد غرزة عمود بلفة، ودي الغرزة اللي بعديها اهي ندخل ناخد غرزة واحدة عمود بلفة، وهنشتغل بنفس الطريقة لحد ما اوصل عند الغرز اللي فيها تزايد، عشان زي ما خدنا تزايد هنا عند لفة الكعب هناخد تزايد عند اللفة بتاع المشط. وصلت هنا عند غرز التزايد بتاع المشط الامامي عندي، هبدأ ان انا ادخل في غرزة، اول غرزة معايا هشتغل فيها 2 عمود بلفة، ندخل في نفس الغرزة نشتغل غرزة كمان عمود بلفة، وغرزة هنشتغل فيها 1 عمود بلفة، الغرزة اللي بعدها 2 عمود بلفة، واحد، وفي نفس الغرزة بدخل اخد غرزة كمان عمود بلفة، الغرزة اللي بعديها هنا هدخل فيها اخد 1 عمود بلفة، الغرزة اللي بعدها هنا هاخد 2 عمود بلفة في نفس الغرزة، 1 2
والغرزة اللي بعدها هنا هدخل فيها واخد واحد عمود بلفة، والغرزة اللي بعدها هنا هدخل اخد 2 عمود بلفة، 1 2، والغرزة اللي بعدها هنا هناخد 1 عمود بلفة. طبعا هنا لو تفتكروا معايا كنا واخدين 2 سلسلة، وفي نفس الغرزة اللي خدنا فيها 2 سلسلة اشتغلنا عمود بلفة، فدي تعتبر 2. هاجي عند تاني غرزة في السلسلة وهبدأ ان انا ادخل فيها واخد غرزة منزلقة. دخلنا في السلسلة التانية اهي، هناخد غرزة منزلقة. اشتغلت صف رابع كمان. الصف الرابع بنشتغل 40 غرزة، بنشتغلهم نصهم 20 غرزة عمود بلفة، و20 غرزة نص عمود. وبنيجي عند الدوران من هنا بناخد التزايد بتاعنا، بناخد غرزة فيها 2 عمود بلفة، غرفة 3 غرز، في كل غرزة غرزة واحدة عمود بلفة، وغرزة واحدة 2 عمود بلفة. بنشتغلها بنفس الطريقة كده لحد ما بنخلص الدوران بتاعنا. غرزة 2 عمود بلفة، الغرزة اللي بعدها ما بنشتغلش غير 1 عمود بلفة، الغرزة اللي بعدها 1 عمود بلفة، اللي بعدها 1 عمود بلفة، اللي بعدها 2 عمود بلفة. بنشتغل الدوران بتاعنا لحد ما بنخلص التزايد بتاع الدوران، وبعدين بنشتغل عادي خالص. بنشتغل الجزء الخلفي نص عمود 20 غرزة، والجزء الامامي عمود بلفة 20 غرزة، لحد ما باجي عند الدوران بتاعه وبشتغله بنفس الطريقة بتاع التزايد بتاع الدوران الخلفي. هنا هنشتغل في غرزة 2 عمود، الغرزة اللي بعدها 1 عمود، اللي بعدها 1 عمود، اللي بعدها 1 عمود، واللي بعدها 2 عمود بلفة، لحد ما بنخلص التزايد بتاعنا وبنقفل بيه غرزة منزلقة زي ما وريتكم كده في ال3 صفوف اللي قبل دول. طبعا بعد كده بنبدأ بنجيب الشوز بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده، ونبدأ اننا ندخل الفرش بتاعنا جوه الشوز بالشكل ده. طبعا لو هتلاحظوا هنا في مسافة حوالي سنتي فراغ من كل جنب. طبعا احنا مش بنشتغل اي زياده تاني، احنا بنسيب الفراغ دون وبنبدا اننا نشتغل. وانت شغاله الشغل بيشد زي ما انا شغاله كده. الصندل ده هوريهولكم، وانت شغاله بيشد معاكي بالشكل ده بحيث ان الفرش يكون ممطوط وشادد معاكي. وهنبدا اننا نظبط الفرش، جزء المنتصف هنا مع المنتصف بالشكل ده. وهنبدا بعد كده طبعا الجزء الجانبي من هنا، الغرزة اللي بعدها من الفرش، وهناخد الخيط نسحبه نطلع بيه ونطلع بغرزة منزلقة. وهندخل في الفراغ اللي بعده، ندخل فيه ونبدأ اننا نمسك الفرش بتاعنا، بس عشان عايزة الصورة تكون باينة معاكم. رب بس الصورة تكون باينة معاكم. ندخل في نفس الفراغ وهنبدأ نيجي في الغرزة اللي بعديها بالشكل ده من الفرش، وهناخد الخيط نسحبه نطلع بيه، وهنطلع بيه غرزة منزلقة. طبعا انا لو صورت كده انتوا الحته بتاعه الفرش دي اللي هتغطي مش هتخليكم تشوفوا الغرزه بتاعتي، فانا هخلص لحد ما اوصل عند الجزء المفتوح، وهبدا ان انا اكمل معاكم. انا خلصت الجزء المقفول اهو زي ما انتوا شايفين، وصلت عند الجزء المفتوح. طبعا لو تلاحظوا هنا معايا المنتصف اللي انا كنت حاطه عنده العلامه هبدا ان انا اشيله. طبعا لو تلاحظوا هنا انا وصلت عند يعني منتصف الشوز وصل عند منتصف الفرش تمام كده. ده معناه بصي الفرش بيشد معاكي في نفس الوقت هيديكي المقاس المظبوط من غير ما يكلكع معاكي. نشيل العلامه بتاعتنا ونبدا ان احنا نشتغل بنفس الطريقه. هندخل في الفراغ اللي بعده هنا اهو بالشكل ده، وهنيجي في الغرزه اللي عليها الدور اهي من الفرش، وهناخد الخيط بتاعنا نسحبه ونطلع بيه بالشكل ده، وهنشتغل غرزة منزلقة. وهتدخلي في الفراغ اللي بعده، خشي في الفراغ اللي بعده وابدأي خشي في الغرزة اللي بعديها وخدي غرزة منزلقة بالشكل ده. خشي في الفراغ اللي بعده الغرزة اللي عليها الدور بالشكل ده، خدي الخيط اسحبيه اطلعي بيه في 2 على الإبرة، اطلعي بغرزة منزلقة. طبعا انا هشتغل كده بنفس الطريقة لحد ما بنلف الشوز بتاعتنا. بندخل في الفراغ اللي بعده وبنيجي على الغرزة اللي بعدها وبناخد الخيط نسحبه نطلع بيه،
بالشكل ده، وبنطلع بيه غرزة منزلقة طبعا، وهنشتغل بنفس الطريقة كده لحد ما نلف الشوز بتاعتنا كلها زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. الفرش اهو زي ما انتوا شايفين شد معايا اهو، شد معايا. هنبدأ نخش في الغرزة اللي بعديها في الفراغ اللي بعده اهو زي ما انتوا شايفين كده. انت تشتغلي غرزة منزلقة وتيجي في الفراغ اللي بعده بالشكل ده، والغرزة اللي بعديها هنا من الفرش، وتبدأ ان انت تاخدي غرزة منزلقة بالشكل ده. نبدأ نقص الخيط ونبدأ اننا نزين الصندل بتاعنا. هنبدأ نسحب الخيط بتاعنا وهندريه. هنبدأ اننا نزين المشط بتاع الصندل بتاعنا، الوردة اللي هنحطها في على الوش بتاع الصندل، وبعدين نبدأ نشتغل بالخرز حوالين الورد. هنشتغل الوردة بالشكل ده، نشتغل عقدة البداية بالشكل ده. بعد ما بشتغلها ببدأ ان انا اشتغل 4 غرز سلسلة، 1 2 3 4 غرز سلسلة بالشكل ده. وبقى هنقفل ال4 غرز سلسلة بغرزة منزلقة. هندخل في اول غرزة في ال4 سلاسل هندخل فيهم، وهنبدأ اننا ناخد الخيط نسحبه ونطلع من الغرزتين بالشكل ده، وهنبدأ نشتغل جوه السلاسل بتاعتنا من الداخل. من هنا هنبدأ اننا نشتغل 12 غرزة حشو، 1 2. طبعا بدخل جوه الفراغ بتاعنا، باخد الخيط اسحبه اطلع بيه، بطلع من الغرزتين 3 4 5 6 7. ندخل جوه الفراغ ناخد الخيط نسحبه نطلع بيه، نطلع من الغرزتين 8. طبعا انا بمسك اي زيادات معايا عشان اداريها. 8 9 10 11 12. بعد ما اشتغلت ال12 غرزة حشو هبدأ ادخل في الغرزة الاولانية عندي، هي الاولى اهي بالشكل ده. بعدين بطلع بيه 4 سلاسل، 1 2 3 4، وبلف لفتين على الإبرة، وبسيب الغرزة اللي أنا اشتغلتها ما بشتغلش فيها، وباجي على الغرزة اللي بعديها من هنا، وببدأ إن أنا أشتغل 3 عمود ب2 لفة. 1 بنلف لفتين على الإبرة، وبنخش في نفس الغرزة اللي كان فيها العمود، بناخد الخيط نسحبه نطلع بيه، ناخد الخيط نسحب نطلع من غرزتين، نطلع من غرزتين كمان، غرزتين كمان، نلف الخيط مرتين على الإبرة، وبندخل في نفس الغرزة وبناخد الخيط نسحبه نطلع بيه، نطلع من غرزتين 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 3 عمود بلفة. هبدأ أشتغل 4 سلاسل، 1 2 3 4، وهبدأ أخش في الغرزة اللي بعديها، الغرزة اللي اشتغلت فيها 3 عمود بلفة مش هندخل فيها، هندخل في الغرزة اللي بعديها هنا وهناخد غرزة منزلقة. دي اول ورقة معانا من الوردة اتكونت معانا. هبدأ ان انا اطلع ب4 سلاسل، 1 2 3 4، الخيط مرتين على الابرة، 1 2
وبسيب الغرزة اللي كان فيها 4 سلاسل مبشتغلهاش، باجي على الغرزة اللي بعديها وبشتغل 3 عمود ب2 لفة، 1 2 3 ادي كده 1 تاني عمود ب2 لفة، وهندخل في نفس الغرزة ونشتغل تالت عمود، 1 2 بطلع ب4 سلاسل. بعد ما اشتغلت ال3 عواميد ب2 لفة بطلع ب4 سلاسل، 1 2 3 4. مبخشش في نفس الغرزة اللي فيها 3 عمود بلفة، وبدخل في الغرزة اللي بعديها وباخد غرزة منزلقة، وببدأ اطلع ب4 سلاسل، 1 2 3 4. وببدأ ان انا الف الخيط على الابرة مرتين، وبسيب الغرزة اللي اشتغلت فيها 4 سلاسل وباجي على الغرزة اللي بعديها وبشتغل 3 عمود ب2 لفة، 1 2. بلف الخيط على الإبرة مرتين وبخش في نفس الغرزة اللي فيها عمود بلفة، وباخد الخيط أسحبه وأطلع بيه، أخد الخيط أسحبه وأطلع من غرزتين، وهشتغل بنفس الطريقة لحد ما أخلص الغرز بتاعتي كلها. بعد ما خلصنا ال3 عمود بلفة بطلع ب4 سلاسل، 1 2 3 4. وباجي على الغرزة اللي بعديها بدخل فيها وباخد غرزة منزلقة، بطلع ب4 سلاسل بالشكل ده، وبلف الخيط مرتين على الإبرة وبسيب الغرزة اللي أنا اشتغلت فيها 4 سلاسل، وباجي على الغرزة اللي بعديها هنا وبشتغل 3 عمود ب2 لفة، 1. بلف الخيط مرتين على الإبرة وبدخل في نفس الغرزة اللي كان فيها 2 عمود لفة، باخد الخيط أسحبه وأطلع بيه في 4 غرز عندي على الإبرة، باخد الخيط أسحبه أطلع من 2 في 3 على الإبرة، أخد الخيط أسحبه أطلع من 2 في 2، أخد الخيط أسحبه أطلع من 2 كمان، خيط مرتين على الإبرة وبدخل في نفس الغرزة وباخد الخيط أسحبه أطلع بيه في 4 عندي، بطلع من 2 في 3 طلعت من 2 2. وبعد ما بشتغل ال3 عمود ب2 لفة بطلع ب4 سلاسل، 1 2 3 4. ومبخشش في الغرزة اللي فيها 3 عمود بلفة، بدخل في الغرزة اللي بعديها هنا وباخد غرزة منزلقة، وببدأ ان انا اقص الخيط بتاعي وبشد الخيط بتاعي بالشكل ده. كده اتكونت معايا الوردة الاولانية اللي هي زي دي كده. طبعا هنبدأ ان ننضف الخيط بتاعنا بالشكل ده. بعد ما بشتغل الوردة بتاعتي ببدأ ان انا ازينها، بجيب اللولي والخرز بتاعي وببدأ ان انا اشتغل على الوردة زي ما انا شغالة هنا كده بالشكل ده. تقدروا، انا عندي هنا تشكيلة من الخرز الذهبي، حابة ان انا اعمل ورق الشجر بالخرز الذهبي، فهبدأ ان انا احط الخرز هنا كده بالشكل ده. نجيب اللولي بتاعنا ونخيطه في الوردة بالشكل ده كده. هنبدأ نطلع من جنب اللولي بتاعنا بالشكل ده، ونبدأ نخيط حواليه الخرز الذهبي بتاعنا بالشكل ده كده في دايرة حوالين اللولي بتاعنا. انا حابة انوع في الخرز فاحط واحدة بني وواحدة ذهبي،
كده كده. طبعا هشتغل بنفس الطريقة كده، احط الخرز حوالين اللولي لحد ما اخلص الدايرة بتاعتي كلها. الوردية اهي انا لفيتها كلها بالخرز من الجوانب كلها. طبعا وردتين بتبقي مجهزة واحدة تانية بنفس الطريقة، بتحطيها هنا، بتحطي هنا لو حابة ان انت تحطي وردية واحدة مش وردتين، تقدري ان انت تحطي وردية واحدة وتنطري شوية استرس حواليها، وتقدري ان انت تحطي وردتين زي ما انا عاملة في الشوز كده. تقدري ان انت تحطي وردتين جنب بعض وترسمي حواليهم بورق الشجر زي كده.